أنا عارف إنِّك دايمًا بتحطّي الكل قبلِك وبتتجاهلي تعبِك، بس خلّيني أسأل حضرتك إمتى آخر مرّة حضرتك عملتِ مسحة من عنق الرحم؟ حابب أتكلّم معاكم النهارده عن الوقاية من سرطان عنق الرحم، اللي بتتمثّل في 3 أجزاء، الجزء الأول هو إجراء مسحة من عنق الرحم وهي الPap smear بتتعمل لأي سيدة متزوجة وهو إجراء مكتبي بيتعمل في العيادة لسن من 21 ل65 سنة بمعدل كل 3 سنين بعد الزواج، بالذات لو عندنا أي نزيف مهبلي غير معروف السبب أو نزيف ما بعد الجماع أو التهابات مهبلية متكررة. الجزء الثاني وهو التطعيم ضد الفيروس الحليمي وهو أحد الأسباب الرئيسية المتسببة في سرطان عنق الرحم وهو الHPV. التطعيم بيتعاطى في سن المراهقة من 11 ل 15 سنة بمعدل جرعتين أو من 15 ل 25 سنة بمعدل 3 جرعات. الجزء الثالث وهو اللايف ستايل موديفيكيشن وممارسة الرياضة والاهتمام بالجهاز المناعي والإقلاع عن التدخين. خلينا دايما فاكرين أن التشخيص المبكر للأورام السرطانية يساوي العلاج المبكر الفعال أكتر، امتثال للشفاء بنسبة أعلى وحياة أفضل. يعني ببساطة الكشف المبكر ممكن يغير كل حاجة. خدي خطوة واطمني.